السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. انا محمد ابو خليل معاكم. بتكلم النهارده عن الحمام والضرب النهارده ان شاء الله عن الحمام. النهارده واجهتنا مشكلة وهي علاج دمعة العين. كتير من الهواة بيسألونا عن دمعة العين، بيشتكوا منها، حمام كتير بيتعب منها. اولا ده عرض وليس مرض، ده عرض وليس مرض. طب بينتج عن ايه؟ عن كتمة المكان، الغبار بتاع المكان، مفيش نظافة عند الحمام. لازم يتهولوا، ممكن يكون في هواء شديد جاي عليهم يتعبهم. درجة حرارة الجسم بتاعت الفرد الحمام بعد درجة حرارة شديدة، فبيتكون على تجبنات عيون الحمام. دي رقم واحد. رقم اتنين، لازم تأذن الحمام اللي تعبان ده عشان مش يعرف باقي الحمام التاني. عندك دلوقتي ادويه كتير، عندك ادويه بيطريه، عندك ادويه بشري. انا بستعمل ادويه بشري، فاوريك دلوقتي ادويه بشري واوريك حالات دلوقتي تعبان. بس خلينا دلوقتي نتكلم عن الدواء البشري. ديكساتوبرين، دواء ديكساتوبرين، قطاره ديكساتوبرين. وفي امبولات جراميسين 40، جراميسين 40. الجراميسين 40 دي هتكون امبولات، هتاخد منها امبولتين وتفضيهم في القطاره. القطاره دي معانا ديكساتوبرين، وهتفضي فيها امبولتين جراميسين 40، وهتجيب فرد الحمام معانا. ده فرد زي التعبان بس كده. شايفين التجبنات اللي على العين؟ تمام. هنفتح القطرة وهنمسك الفرد. هندي الفرد لمدة 5 أيام، هندي الفرد لمدة 5 أيام 5 نقط في بقه. نقطة 2 3 4 5. ده 5 نقط في بقه، وهتجيب عند عينه كده نقطة، وعينه اللي عليها الدمعة نقطتين، وهتجيب برضه على مناخيره نقطة، وهنا نقطة برضه. ده خلصنا كده للفرد الثاني. طيب، أولا ده بيكون سبب أعراضه للبرد من التنفسي. وعندي برضه حالة كمان ده فرد حمام كمان تعبان، عنده تجبنات على عينه، تجبنات على عينه. بسم الله. نفتح القطوة، ونفس الحكاية اللي حصل مع الزاجل هيحصل مع فرد الحمام البلدي. اللي حصل مع الزاجل هيحصل مع الفرد الحمام البلدي. وهتدعك عينه، بس افضل حاجه تكون بوضنه المنديل، حاجه زي دي. وهتفتح بقه 3 نقط او 5 نقط عادي، مفيش مشاكل. ديت كانت حلقتنا معاكم النهارده، وانتظرونا في فيديوهات جديده ان شاء الله. وهنتكلم عن حمام كتير، وهنشتري حمام كتير، وهنجيب انواع مش موجوده حاليا ان شاء الله. وهنلغي اوضه السيف ديت. تمام، اوريهم الاوضه كده. اوضه السيف دي ان شاء الله هنلغيها وهنطلعهم فوق، وهنجيب عيون، هنجيب سلكات عيون ان شاء الله ونحط الحمام فيها. لاني اكتشفت ان الحمام المحبوس افضل من حمام السيف كتير. لانك انت ممكن تلاقي الابلة متجوز بلدي، الاسترالي متجوز انجليزي. فدي مشكله السيف اللي بتتواجه معاها لو انت مش طايقها. لو انت عايز تتجوز كل قص ببابه، فلازم تجيب سلكات، جيب سلكات عيون من حديد او خشب، اي حاجه. المهم انك تحط فيها الحمام. ان شاء الله الفيديو الجاي على فرقه الزغاليل باذن الله، وعن الحمام المتجوز، وكيفيه تجويز الحمام، ازاي تجويز الحمام المحبوس.
وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكان معكم اخوكم محمد ابو خليل بيتكلم عن الحمام. يا رب بس تدعمونا بلايك واشتراك وفعل زر الجرس.